الجوام ايدهم ماسكه بسموها مباكسه، ابو كمونه ابو نجيب يلي بدكم يا سموها، كل ما فتح جزدانه بترجف سيانه. هذا الصيت اللي طالع علي لا تغبشوني، هذا الصيت بسبب هذا المكان، شايفينه هذا المكان؟ هاي سوق الحميديه. الشامي مو بخيل بس بيحسبها، مخه مختاشر، لازم يجيب الجدول الاقتصاديه ويطلع كل الطاقه الكامنه المحطوطه بالعشر ليرات. عقله بالحياه انا شلون فيني اتحربى عقليه غوار لحست له عقله لحس. هاي مهاره كثير ضروريه اذا انت عايش هون بالسوق، كلهم حيتان بدها تبلع وجاهزه تبلع، رح تترك حالك تنبلع وفيهم تنبلع؟ بالعكس تقشني، بلعت بحياتك بين هالحيتان ما في شيء بيجي على المنجعي. بس اين تكمن المشكله؟ لما ما بيضل في توازن بالوزن، والوزنه مو حرزانه توزنها، بس بتضلك عم تحر وتفر وتحوص وتلوص وتحربق يمين وشمال وبتنقط على العام وتبعت على الخاص لتلاقي العرض الخاص. هون ساعتها بتقلب معك تومة الشامي توبشني وبتصير ابو كمونه. من ناحيه المبدا ابو كمونه نفسه عنده استعداد يتبعزق يمين وشمال بشرط واحد بس، انه ما حدا يخوف. هذا بالضبط الحرف بالحرف الواحد اللي قال لي يا معلمي بالسوق هون لما كنت اشتغل هون. اعطاني القاعده الذهبيه اللي كل الشوام بيجتمعوا عليها، حجر اساس العقليه الشاميه، الهاجس الاكبر لاهل دمشق، يلي نابعه اساسا من خوف واحد: لا تخلي حدا يخوفك.